إدارة ملف الخارجية المصرية في المرحلة الانتقالية دي ازاي؟ يعني احنا ما مرناش في المراحل دي قبل كده. بيتم حضرتك بتديرها ازاي؟ وزارة الخارجية بتتعامل مع هذه المرحلة ازاي؟ والعالم كله في الواتش اند سي اللي هو او الواتش اند ليرن، ترقب وتابع. العالم كله بيترقب ويتابع، ازاي بيتم إدارة العلاقات الخارجية المصرية في هذه المرحلة؟ شوف، احنا يعني وزارة الخارجية زي ما قلت هي مؤسسة، يعني مؤسسة امن قومي الى حد بعيد، يعني واخد بالك ازاي؟ مؤسسة بتعمل بحرفية. في عندنا مصالح ثابتة. دي هذه لا نحيد عنها بصرف النظر عن ايه اللي بيحصل جوه مصر. في مصالح ثابتة بنسير على هذه المصالح. في اوقات معينه بيبقى في تاكيد على بعد معين، في اوقات ثاني يمكن بيبقى في تاكيد على بعد ثاني، واخد بالك ازاي؟ انما في مصالح موجوده لا يمكن الخلاف عليها. العمل في وزاره الخارجيه بيدور كما هو. مصالحنا نصب اعيننا. احنا طبعا جزء من هذا المجتمع، بنتاثر بهذا المجتمع، بنتاثر بما يحدث فيه بدون شك. اللي حصل في 25 يناير ادالنا دفعه، ادالنا قوه، ادى لمصر كلها. يعني النهارده ما تبقى اسم مصر النهارده في الخارج، وزن مصر في الخارج كلنا لامسين، والحضراتكم لما بتشوفوا ناس او بتسافروا بتشوفوا وضع مصر تغير. ده قطعا بينعكس ايجابا على الدبلوماسي المصري وعلى الدبلوماسيه المصريه. فاحنا في الحقيقه بنستفيد من اللي بيحصل النهارده في مصر، في ان يعني بنزود زخم الدبلوماسيه المصريه. انما مصالحنا معروفه. مصالحنا معروفه سواء بالنسبه لدول الجوار المباشر. هل انعكس ده على الجهاز الدبلوماسي المصري ثوره 25 يناير؟ بدون شك. انت لا يمكن هتكون بمعزل عما يحدث. يعني ده بيديك، يعني انت لما يبقى وراك انت كدبلوماسي في الخارج ووراك ثوره عظيمه بالشكل ده، بتدي لك وضعيه طبعا قطعا في اتصالاتك وفي بمعنى ايه يعني واحنا بنتكلم على الطاقم الدبلوماسي؟ هل ما زال كل السفراء اللي كانوا موجودين قبل الثوره طالهم التغيير او اعاده تقييم ادائهم ووجودهم داخل السفارات والقنصليات بعد 25 يناير؟ ويعني في وزاره حضرتك سواء دكتور عصام شرف او دكتور كمال الجنزوري، هل ده تم؟ هو شوف حضرتك، هو زي ما قلت الدبلوماسي المحترف بيخدم البلد، بيخدم الوطن، ولا يخدم نظاما بعينه. وحضرتك ازاي؟ فالسفير بتاعي اللي كان موجود من سنتين او من 3 سنين، الخط اللي هو شغال عليه يعني هو الخط اللي هو ملتزم بيه. يعني اعيد تقييمه لو كان في شيء خطا، وده احنا عندنا اعاده تقييم دي باستمرار، ملهاش يعني دخل بالنظام القائم. عندنا في اجهزه بتقيم السفير، بتقيم عمله الحرفي. نحن جهاز يعني حرفي يعلم تماما ما هي واجباته. والتقييم مستمر زي ما قلت، سواء من اول ما بيدخل الدبلوماسي هو ملحق الى ان يصل الى اعلى درجه في السلك الدبلوماسي اللي هي سفير من الدرجه الممتازه. التقييم مستمر. بس هل هو تقييم وفقا لنفس المعايير الخاصه بالدبلوماسيه المصريه، ولا علينا ان نعيد التقييم بروح التغيير اللي حصل او بحجم التغيير اللي حصل؟ شوف، يعني انا زي ما قلت، يعني اما تبقى جهاز محترف، جهاز حرفي، معايير التقييم في الحياه بتبقى ثابته الى حد بعيد. بتقوم بشغلك ولا لا؟ واخد بالك ازاي؟ بتمثل بلدك كما يجب ولا لا؟ بتمثل مصالح بلدك ولا لا؟ ده اللي انا بيهمني. بتمثلها باخلاص وبدون اي تحيز لاي جهه. تمثل مصر كمصر ولا لا؟ ده اللي بيهمني. اذا الدبلوماسي بتاعي لم يقم بهذا الدور، مش النهارده بس، ده طول عمرنا، بيبقى في طبعا في وسائل كثيره للمحاسبه او لتصحيح المسار.